بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي أبناء حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه كل حسب مقامه ومقامه، إخواني وأخواتي ضيوف مؤتمرنا الأعزاء ولقائنا من داخل المغرب وخارجه، إخواني وأخواتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد سمعتم كلاما كثيرا وستسمعون كلاما آخر خلال هذا الملتقى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم فيه التوفيق. وأريد أن أساهم بما يسر الله، سائلا من الله سبحانه وتعالى التوفيق أنا كذلك، بأشياء توضح وتنفع وتبقى إن شاء الله، لأن ربما بالنسبة إليكم تعتبرون أن الملتقى هو ملتقى والسلام، وأن الجلسة الافتتاحية هي جلسة افتتاحية والسلام، لكن بالنسبة لي وأنا أرى أمامي هذه الجماهير الطيبة والكريمة من شباب الأمة رجالا ونساء، أستشعر المسؤولية ويعظم عندي الأمل في أن يقضي الله سبحانه وتعالى على أيديكم خيرا كثيرا لشعبكم، لدولتكم، لأمتكم، للبشرية جمعاء، وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا سامحوني إذا رجعت لأشرح لكم في كل مرة نلتقي أسس البناء التي يقوم عليها هذا الصرح المبارك. فقط إذا أخذنا هذا الملتقى 10 سنوات تمر عليه من نجاح إلى نجاح، من تألق إلى تألق، من قيادة إلى قيادة، من رئيس إلى رئيس، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى في سلاسة كاملة، وأنتم تدبرون منظمتكم لا تتصارعون فيها لا على قيادة ولا على أموال ولا على مناصب، كل أموركم تمر بفضل الله سبحانه وتعالى دائما بسلاسة. هذه علامات خير كبير، ولكنها بالنسبة إلي بدايات وأمل يحرم أن يجهض أو أن يساء إليه. ولذلك فأنا حين أحدثكم مستشعرا هذا الأمل وفي نفس الوقت هذا الخوف، ولهذا أذكركم بالأسس التي قمنا عليها حتى تبقى الأمور واضحة. فإن كان من الممكن أن تزيدوها توضيحا وإصلاحا لا بأس، لكن أن تتراجعوا فيها إلى الوراء أو تحدثوا أي انتكاسة فهذا غير معقول. معشر الإخوة الكرام البررة، شبيبتكم هذه منظمة موازية لحزب العدالة والتنمية. هذا الحزب هو سليل يعني الأمل
الذي حملته الشخصيات عبر التاريخ وجماعات وجمعيات ومنظمات وأحزاب كلها تنتمي إلى المرجعية الإسلامية. وأريد أن أقول لكم أن في المرجعية الإسلامية أمران. الأمر الأول ما نصبو إليه في أمتنا من العدل والنصر والتقدم، وهذا لا خلاف حوله. لكن الأمر الثاني هو أن هذه المرجعية لها حظ في نفوسنا، ولذلك فأنا في هذه اللحظة أخاطب كل واحد منكم واحدا وكل واحدة منكم واحدة أن تفكروا جيدا في موضوع هذه المرجعية التي اخترتموها، وتعرضوا أنفسكم عليها كل يوم، وتتساءلون عن مدى عكسكم لحقيقتها ومصداقيتكم فيها. يسرني أن يكون عددكم كبيرا، ولكن كان هنالك أكبر منكم. يسرني أن يكون حماسكم عظيما، ولكن كان هنالك أكثر حماسا منكم. يسرني أن تكونوا مستعدين للتضحية، ولكن كان هنالك من كان مستعدا للتضحية أكثر منكم عشرات المرات. ولكن كثير من هؤلاء ذهبوا شذر مضر، وكغثاء السيل، ولم ينفعوا أمتهم ولم ينفعوا وطنهم، بل أصبحوا يثيرون الشفقة لما اختلفت بهم السبل، ولما تصارعوا بعد أن تسارعوا إلى الامتيازات وإلى المناصب وإلى ما يأتي به العمل السياسي ضرورة. ولهذا فأنا بغي نقول لكم اليوم بصراحة، بصدق، بأخوة، بعد أن أطلب منكم أن الإخوة يعطيوا شوية ديال الإنصات فقط باش يسمعوا الآخرين اللي باغيين يسمعوا مزيان. أريد أن أقول لكم أن كل شيء يمر هنا، لأنه المرجعية التي آمن بها أو أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم والمهاجرون والأنصار، والتي وصلت إلى الهند والصين وإلى أفغانستان وإلى السودان وإلى الصومال وإلى إثيوبيا وإلى المغرب وإلى الأندلس، وهي اليوم تتوسع في الأرض، هي نفس المرجعية. لكن الذين حملوها وكانوا سببا في وصولها وبلوغها إلى قلوب الناس قبل أن تصل إلى أوضاعهم أو أحوالهم أو أن تغيرها سياسيا، هؤلاء كانوا يصدقون الحديث ويوفون بالوعود ويحترمون العهود ويتعففون عن الدماء ويعطون من أنفسهم ويعفون عند المغانم ويعدلون عند الحكم ويصلون الرحم ويحسنون إلى الجار ويرفقون بالحيوان، ليس فقط بالإنسان وبالنبات وبالجمادات. هؤلاء الذين كانوا في نفس الوقت
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون الفرض والنافلة ويحجون إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، هؤلاء هم الذين انفتحت لهم القلوب ولا تزال تنفتح لهم القلوب وسوف تبقى تنفتح لهم القلوب. فقط هل سيكون لنا نصيب معهم أم أننا لن يكون لنا نصيب معهم؟ هذه رسالتي الأولى. وقد تظنون أن ما أقوله لكم هو موعظة أفتتح بها كلمتي. لا، أنا أمين عام لحزب سياسي أحدث سياسيين، أريد أن أقول لهم إذا كنتم فعلا تريدون أن تخدموا بلدكم هذا هو الطريق. إذا كنتم تريدون أن تخدموا الشأن العام، إذا كنتم تريدون أن تخدموا الأرملة والفقيرة والمسكينة، إذا كنتم تريدون أن تنهض دولتكم هذا هو الطريق. إذا كنتم تريدون أن تركزوا وتثبتوا بنيانا بدأ يظهر للناس كماء في صحراء وكأمل في وقت شدة، وبدأ الناس يتوافدون علينا من خارج المغرب من أراضٍ بعيدة يطلبون منا أن نبسط لهم تجربتنا، وبدأوا يقرؤون ثقافتنا وكتاباتنا ويدرسون أشخاصنا وشخصياتنا. إذا كنتم تريدون أن تركزوا هذا الخير الذي فتحه الله عليكم وجعلكم منتسبين إليه، إذا كنتم تريدون أن تعطوه ألقا حقيقيا وجديدا وتوسعوا من إشعاعه، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق. أن تجتهدوا في حسن تعلم دينكم، وأن تجتهدوا في حسن فهم دينكم، وأن تجتهدوا في حسن الالتزام بدينكم، وأن تجتهدوا في تطبيق ذلك في مجال السياسة من الصغيرة إلى الكبيرة. وهذا لا يكون يا إخوان إلا في حالة واحدة: إذا حاولتم أن تقوموا على ما قام عليه الذين سبقوكم. وأنا لا أقول لكم الذين سبقوكم هم عبد الإله وعبد الله باها والسي سعد الدين الاعتماد، الذين سبقوكم هم الذين سبقونا وسبقوكم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لكل مقام مقال، والذين كتب الله لهم هذا الخير، والذين نحن نحاول منذ 40 سنة تقريبا، ونحن نحاول جهد المستطاع. وها أنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى رغم قلة عددنا، رغم ضعف إمكانياتنا، رغم كثير مما يعاب علينا أو يؤخذ علينا، ترون أن الله سبحانه وتعالى قد بوأنا المكانة التي تعلمون. وبعد أن كان دعاة الفساد والاستبداد يتنبؤون بزوالنا أو تحجيمنا، يرفعنا إلى أن نترأس الحكومة ونتصدر العمل السياسي. وشنو باقي خاصكم؟ هذا هو المثال وهذا هو النموذج، وخاصكم تزيدوا في هذا الطريق. نحن في البداية يا إخوان، البداية التي نهايتها هي أن يرفع الله رأس بلدنا، وسيرفع الله رأس بلدنا إن شاء الله. ألا ترون أن جلالة الملك اليوم
خطاب يبشر بأنه في إمكاننا أن نلتحق بالدول الصاعدة. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانت هذه الحكومة تسعى في هذا الاتجاه، وهذا نوع من التنويه بها، وقد نوه بها جلالته رسميا وعلانية وبطريقة صريحة. مع الحكومات الأخرى نعم، نحن لا ننكر عمل الذين سبقونا، ورأيتم أن خطاب جلالته خطاب نضالي يطالب فيه الحكومة أن تجتهد لإعادة التوازن إلى المجتمع والالتفات إلى الفئات الفقيرة والمحرومة التي لم تنل نصيبها من التنمية، وإعطائها نصيبها كاملا غير منقوص. وهذا انتصار للمغرب، أن جلالة الملك كان واضحا وأعلن أن نتائج النمو لم تصل بطريقة عادلة إلى كافة أفراد المجتمع، وبقيت شرائح منه محرومة. حين يقول ملك هذا فمعنى أننا والحمد لله في جو من الأمن والهدوء والاستقرار يسمح بمراجعة الذات، ويدعو الجميع للاستيقاظ للقيام بالدور الحقيقي المطلوب، وليس باللعب في الزمن الضائع. ألم تروا أن جلالة الملك يدعو إلى القيام بالإصلاحات الكبرى والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية حتى لا تبقى الدولة رهينة للمؤسسات المانحة، وحتى تخفف مديونيتها، ولماذا لا تزيلها؟ وهذا دليل على أن هنالك اليوم في هذا الوطن استعداد للإصلاح، ولم تبقى الحكومة تخاف من الشعب، ولم يبقى الشعب يكره الحكومة، بل لقد أصبح هنالك جو من التفاهم والانسجام يسمح بالقيام بالإصلاحات الكبرى، وأن الذي سوف يقف في وجه هذه الإصلاحات تتنكر له الدولة والمجتمع والشعب. إننا يا أبنائي ويا بناتي ويا إخواني ويا أخواتي على أبواب مرحلة جديدة. نحن لا نتضايق أن ينافسنا فيها غيرنا، أن تنافسنا فيها الأحزاب الأخرى، لا نتضايق. هذه الحكومة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة، وأن تعالج كثير من الاختلالات التي كانت سابقة غير مقدور عليها ولا يتجرأ للوصول إليها. طبعا لم نعالج كل شيء، طبعا ما زال مشاكل، احنا قلناها، باقي مشاكل في المنح ديال الطلبة وفي المستشفيات وفي التعليم وفي حوادث السير وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. ولكن هاتان سنتان ونصف انطلق فيها القطار، وإذا لم ينتبه الخصوم الذين ألفوا الابتزاز وألفوا المكر والخداع سيتجاوزهم القطار. نحن لا نتضايق إذا نافسنا أحزاب أخرى، ولا نتضايق إذا كانوا يريدون إسقاط حكومتنا. هذه الديمقراطية، احنا قبل الديمقراطية. ولكن بغيت نقول لكم انتم معشر الإخوة والأخوات، باش تفهموا المشكل مزيان وتعرفوا شنو هي المهمة ديالكم في المستقبل، لأن المستقبل ديالكم وحنا فرحانين
وغنكونوا سعداء نغادروا إما هذه الأرض هذه الدنيا وإما هذا النضال، وقد تركنا وراء ظهورنا رجالا ونساء أمناء على هذه المهمة الثقيلة. سنكون سعداء. ماشي مشكلتنا أننا خايفين منكم لا تجيو تاخذوا المناصب ديالنا أبدا. ماشي مشكلتنا خايفين تاخذوا الوزارات ولا المناصب الأخرى ولا الامتيازات، بالعكس انتم أولادنا، ولكن انتم أولادنا حقيقيين. المغاربة تيقولوا الإنسان ما تيبغي حتى واحد يكون أحسن منه إلا ولده. حنا بغيناكم تكونوا أحسن منا. ما تبقاوش تقولوا بغينا نكونوا بحال السي عبد الإله. ما تكونوش بحال السي عبد الإله، كونوا أحسن من السي عبد الإله، وكونوا أحسن من السبا، وكونوا أحسن من الدين العثماني، وكونوا أحسن من الإخوان كاملين. واخا تكونوا أحسن من السبا صعيب شي شويه. وإني غير في المجال ديالو، راه ملي كيخرج منه ما تيبقى عارف ما يدير. طبعا هذا أنا باغي نقول لكم الإخوان، إن الذين يواجهوننا اليوم، داك الشيء علاش أنا قابل من الأخ البقرعي أنه يقوم بالدور ديال المعارضة. ما فيها باس تقوموا بالدور ديال المعارضة، قوموا بالدور ديال المعارضة. الشبيبة ديال العدالة والتنمية قومي بالدور ديال المعارضة. ملي تشوفوا شي حاجة حنا ما قدرناش عليها ولا ما سمحت لناش الظروف باش نقولوها، انتم رفعوا الصوت ديالكم بها. انتم ما غاديش تتكلموا بالمعارضة اللي باغية السوء ولا المعارضة اللي باغية تسقط مشروعية. انتم غتتكلموا بمعارضة اللي باغية الخير للبلاد وباغية تساعد الحكومة باش تمشي في اتجاه الإصلاح. عارضونا سيدي، في مصلحتنا تعرضوا. هؤلاء الناس عندهم منطقة الإخوان، وحنا عندنا منطق. حنا مع الأسف الشديد أو الحمد لله ما عرفتش، لكن لا شك الحمد لله ما كنعرفوش نديروا البلطجة، ما كنرتبوش اللقاءات. دخلت عليكم بالله إلا ما جاوبوني. واش كاين شي واحد فيكم هنا قال جا عنده شي واحد قال له رد البال ملي يطلع السي عبد الإله يتكلم يصفق؟ بالله عليكم جاوبوني. لا، كنديروا الدعوات ديالنا بطريقة عادية، كيجيو الناس بطريقة عادية. في المنظمات ديالكم كتكلموا كيف ما بغيتيو، كتمتعوا بالحرية ديالكم، بالقرار ديال الشورى والانتخابات والتصويت. كنحسموا الخلاف، المسؤوليات كتاخذوها بالتصويت الواحد تلو الآخر. ما كيشعر الآخر اللي سبق حتى شي مشكل أنه يكون جالس مع الناس، والأمين العام السابق ديالنا جالس مع الإخوان وما تعطاتلوش الكلمة وما طلبهاش وما كاين حتى مشكل. حنا هكذا كنعرفوا نخدموا، ما كنعرفوش الشيء الآخر. وهذا هو اللي بغينا للشعب ديالنا وللمجتمع ديالنا، لأنه كل حزب سياسي داك الشيء اللي كيدير في داخله هو اللي باغي يدير في المجتمع. طبيعي. واش كاين شي واحد تربى على شي حاجة وغيدير العكس ديالها؟ كاين شي واحد تربى على الديكتاتورية غيدير الديمقراطية؟ كاين شي واحد تربى على الاستبداد غادي يدير يعني العدل؟ لا، اللي تربى على شي حاجة تيديرها. اللي كيدير في الشبيبة ديالو التحكم غيدير في غدا لا قدر الله في الشعب التحكم، واللي كيدير مع الشبيبة ديالو الديمقراطية غيدير الديمقراطية. فالآخرين كاين الإخوان، راه كاين التحكم بالقوة والهمجية والبشاعة والبلطجة والضرب واللاكريموجين وداك الشيء، وكاين التحكم بالتخويف والتحكم بالفلوس، وكاين التحكم بأشياء مرعبة ورهيبة. ولكن داك الشيء واحد النهار كيبان،
كاين الاخوان جوج ديال كاين هذا المنطق اللي كنقولوا حنايا، وكتشوفوا بعض المرات كيجيو بعض الناس مشوشين كيشوشوا علينا في التجمعات ديالنا وما كنعرفوش اش نديروا معاهم. 10 كنعرفوهم مبعوثين او 20 في 600 و700 واحد، وكنبقاو نصبروا معاهم ونغوتوا حنا وياهم حتى كيكمل داك اللقاء باللي عطى الله، باللي عطى الله، في حين انه وحدين اخرين كينوضوا يضربوهم بيديهم قدام الناس والناس كيشوفوا. وانا رئيس حكومه يمكن لي نطلب التدخل ديال السلطه والى حد الان لم اطلب، لانه كنقول اش غندير، خصني نصبر، لا بد نصبروا. هذا هو الشعب ديالنا وهاد الناس الله يهديهم، ما عندنا ما نديروا لهم. ولكن كاين شريحه اخرى من الاحزاب ما كتآمنش بهذا الاسلوب، كتآمن بالتحكم، كتآمن في الكلام تبيع الاوهام، كتآمن في السياسه ديال الدوله تغرق البلاد، كتآمن تكثر الديون ولا تبالي، كتآمن اللي زاد عليها في الصوت تعاقبه بالسلطه بالقضاء بجميع الوسائل، كتآمن بالإغراء، الإغراء بالمناصب بالوزارات بالسفارات، الإغراء بالإمكانيات بالمواقع بالأجور الغليظة، كتآمن بالضبط، تريد أن تضبط الشعب حتى هي عندها البضاعة ديالها وحتى هي كتحاول تروجها، وهي موجودة وليست موجودة في المغرب وحده. مع الأسف إن هذه البضاعة تلقى رواجا في هذا الزمان، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ بلدنا منها. وفي الوقت الذي أدت فيه إلى ما أدت في دول أخرى وأنتم تشاهدون وتعلمون التفاصيل، أراد الله سبحانه وتعالى أن يلهم ملكنا إلى أن يلقي خطابا في 9 مارس 2011 مشهور، وأن يدعو إلى التصويت على دستور، وأن ينظم انتخابات نزيهة كانت نتائجها أمنا وبردا وسلاما على المغرب ورفعت شأنه بين الدول. ومع ذلك لا هاد تجار الضبط والتحكم لا في الداخل ولا في الخارج لم يتوقفوا، وبقيت مؤامراتهم تتحرك، ووجدوا لها مع الأسف الشديد من يعمل بمنطقها ويروج لها، وفتحت لهم الأبواب وفتحت لهم المطارات وفتحت لهم القنوات، ولكن تعاضد هذا الشعب، انظروا إلى ذكاء شعبكم أيها الإخوة. إلى حد الآن هؤلاء رفضوا أن يخرجوا الشعب ضدكم، لم يخرج الشعب المغربي مرة واحدة ضدكم هذه 3 سنوات تقريبا. كنقول لكم هاد الناس كاينين وخدامين، مع الأسف الحمد لله مع الأسف غاديين من فضيحة لفضيحة، كل واحد في الحزب ديالو على خاطره، كل مرة الشيء يوقع لهم بلا ما نذكركم لا بالمسيرة المشهورة ولا بالنزاعات الداخلية ولا بالتغيير المستمر للأمناء العامين ولا بكل هذا. باغي نقول لكم أنتم لا تفسحوا لهم الطريق، ما عندهم ما يديروا، إذا بغاو ينافسونا يشمروا على يديهم. ويتنافسوا معنا في الديمقراطية الداخلية أولا، يتنافسوا معنا في المبادئ والقيم أولا، يتنافسوا معنا في المعقول. إلا غلبونا بصحتهم وراحتهم أنا الأول غنصفق لهم. أما المناورات والمكر والخداع وبيع الكلام والأوهام، وفقط يعتقدون أن المرور في قناة أو الكتابة في جريدة سوف تغير الواقع، فهؤلاء لا يفقهون أن هذه الدنيا قبل أن تكون كلمات كانت مصداقية
وإذا فقدوا المصداقية يمكن أن يحاولوا ما حاولوا لن يصلوا إلى شيء، أبشرهم من الآن. ولهذا الإخوان اليوم ديال الشبيبة، أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، أنا جئت إليكم متأثر. طبعا ما يقع في غزة لإخواننا يقطع القلوب، ولكن مع ذلك يرفع الرؤوس. وأنا لما التقيت كيري في أمريكا قلت له إذا كانت إسرائيل غتستعمل غير العنف راه لن تصل إلى شيء، ولو لا قدر الله قضت على حماس ستكون حماس أخرى. وهذه جماهير العرب والمسلمين من أندونيسيا إلى طنجة كلهم يقولون أنهم كلهم مستعدون أن يموتوا في سبيل تحرير فلسطين. فهل سيفهم هذا السياسيون في دولة إسرائيل أو لن يفهموا؟ وإن جنحوا للسلم سنجنح لها، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الذي قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نحن لا نبالي، لكن أن يعتقدوا أنه من الممكن أن يأخذوا الأرض ويعطوننا المفاوضات السنوات بعد السنوات، وما فعلوه بياسر عرفات وما يفعلونه اليوم بأبي عباس أبو مازن، ويعتقدون أننا كأمة سوف نقبل هذا الحل إلى الأبد، فهذا هم فيه واهمون. وأذكرهم أنهم هزمونا في 67 ثم استرجعنا بعض الشيء في 73 ثم أخرجناهم من لبنان في 2000 ثم أخرجناهم من غزة في 2006. ألا يرون أنهم في انحصار وراء انحصار؟ هل القضية قضية سلاح أم قضية قوة نفسية؟ ألا يرون أن غزة اليوم تعطي الدرس للمسلمين في العالم أنه إذا اعتدي علينا فنحن الرجال؟ هم مخطئون في هذا، وإخواننا الفلسطينيون يلقنونهم الدروس تلو الدروس، وليسامحونا إن لم نصل إليهم إلا بالقليل. ونرى ما يقع في الأرض من نزاعات وخلافات وما يتسبب فيه من مشاكل ومصائب، ونريد أن نقول اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. إن شاء الله الرحمن الرحيم الأمة سوف تكون بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمها جميع أطرافها إلى ما فيه وحدتها ونصرها إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأملي فيكم يا أبناء العدالة والتنمية وبنات العدالة والتنمية أن ترجعوا وتصححوا المسار، أن ترجعوا وتعمقوا التكوين، أن ترجعوا وتجدوا النيات، أن تلينوا في أيدي بعضكم البعض، أن تلينوا مع إخوانكم في تحالفاتكم، أن تصبروا على من آذاكم ما استطعتم إلى ذلك من سبيل، أن تكونوا نموذجا حقيقيا للإنسان المسلم في القرن 21 الذي سينفع الله به شعبه ودولته وأمته والبشرية جمعاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.